المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: الرئيس السياسي أفورقي يستقبل وفدا سعوديا. افتتاح معرض للصور بمناسبة ذكرى عملية منقل. لجان الصلح في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر تقيم أعمالها. الولايات المتحدة تعتزم أو أمريكا وأذربيجان توقعان شراكة استراتيجية. عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار في مدرسة في غرب كندا. الاتحاد الأوروبي يعلن أو يعفي سيارة كهربائية من. أهلا بكم مشاهدينا. استقبل الرئيس السياسي أفورقي في قاعة دندن بعد ظهر اليوم الخميس معالي نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية المهندس وليد عبد الكريم الخريجي، وعقد معه جلسة مباحثات مشتركة. وفي اللقاء أكد الرئيس السياسي أهمية تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين للروابط التاريخية التي تجمعهما، وخلق فهم ورؤية مشتركة في القضايا الإقليمية والدولية لما فيه خير بلدان وشعوب المنطقة. وتناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية المتصاعدة ودور بلدان حوض البحر الأحمر في ضمان أمنه وسلامته، بالإضافة إلى تفعيل والدفع بالاتفاقيات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية وتنفيذ المشاريع التنموية في إريتريا. حضر اللقاء من الجانب الإريتري وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، ومن الجانب السعودي مدير مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية السعودية السفير صقر بن سليمان القرشي، وسفير المملكة لدى إريتريا السفير مشعل حمدان الرقي. افتتحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة معرضا للصور بمناسبة الذكرى 36 لعملية فنقل التاريخية. وشمل الحفل الذي حضره مسؤولون من بينهم وزير الثروة البحرية والنقلات معرضا للصور الفوتوغرافية لوزارة الدفاع والبحرية ومنتجات وزارة الثروة البحرية ومؤسسات وفروع الوزارات. وكجزء من الاحتفالات سيقام سباق نصف ماراثون شرق أفريقيا صباح يوم غد 13 من فبراير. وتستمر فعاليات إحياء الذكرى التي بدأت بأنشطة رياضية حتى 15 من فبراير الجاري، وتتضمن فعاليات متنوعة. عقدت لجان الصلح الأهلية في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر المصالحة أو لجان الصلح اجتماعات لمراجعة التقدم المحرز خلال العام الماضي. وترأست وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم الاجتماعات التقييمية والتي حضرها الأعيان الذين تم ترشيحهم على مستوى إدارات الضواحي ومدراء المديريات والضواحي، وقامت بمراجعة برنامج فض النزاعات الأهلي باعتباره يمكن المجتمع من المشاركة بفعالية في حل مشاكله بطرق عريقة وسلمية. وقد أوصلت الاجتماعات بتكثيف الحملات التوعوية والتي تستهدف جميع فئات المجتمع لضمان فعالية هذا البرنامج. وأتاحت هذه الاجتماعات فرص كبيرة للمهنيين القانونيين الشباب للتعرف على المجتمع الذي يخدمونه وفهم القيم الاجتماعية الراسخة وأسلوب حياة الشعب الإريتري، كما وفرت لهم فرص طويلة الأمد لفهم أفضل للقيم الوطنية. وأعلن أنه سيتم منح المهنيين القانونيين الشباب برامج عمل تمكنهم من العمل عن كثب مع مجتمعاتهم في السنوات الأولى من خدمتهم المهنية حتى يتمكنوا من خدمة مجتمعاتهم بكفاءة. ويعرف أن المصالحة الأهلية التي ترضي جميع الأطراف وتضمن حلولا دائمة للنزاعات وتضمن التسامح والوحدة من خلال معالجة الكراهية والظلم بشكل دائم هي إحدى قيم المجتمع الإريتري التي يفخر بها والتي يجب على العمل على توريثها للأجيال. هذا ويوجد 515 عضوا للجان في 103 إدارة ضاحية تابعة لإقليم شمال البحر الأحمر، و150 عضوا للجان في 30 إدارة ضاحية تابعة لإقليم جنوب البحر الأحمر. أعلن فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي الذي عقد يومي 9 و10 من فبراير الجاري أنه نفذ أنشطة فعالة في عام 2025 لضمان صحة المجتمع من خلال تحسين كفاءة خدماته.
الفرع الدكتور أمانيل المحرتاف في تقريره أن معدل الإصابة بالأمراض المعدية بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص قد انخفض بنسبة 11% نتيجة العمل الذي تم القيام به للوقاية من الأمراض وعلاجها. وأضاف أن عدد الأمهات التي يلدن في المرافق الصحية قد تضاعف بأكثر من 200% مع بناء 37 غرفة انتظار للولادة في مختلف إدارات الضواحي الفرعية بمساهمة من الشعب والإدارات. وأشار إلى أن نسبة التغطية للتطعيم قد زادت بنسبة 87% ونسبة شفاء مرضى السل بنسبة 93%، مشيدا بدور الكوادر الطبية المتجولة أحيان ذلك. وبحسب التقارير المقدمة على مستوى المديريات فقد خضع أكثر من 10,000 مواطن لعمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء لمنع الإصابة بالعمى. وذكر مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم السيد آب تسفى سلاسي بدوره بضرورة الترويج للحملات الصحية نظرا إلى أنها تلعب دورا مفيدا في الوقاية من الأمراض، مؤكدا أن إدارة الإقليم الجنوبي تعمل على تلبية احتياجات المرافق الصحية وزيادة مشاركة المجتمع. وحثت وزيرة الصحة السيدة أمينة نور حسين جميع المؤسسات الصحية على العمل بجدية والتعاون لتحقيق نتائج أفضل في مكافحة الأمراض بشكل عام وصحة الأم والطفل بشكل خاص. وفي الوقت نفسه تفقدت الوزيرة أمينة الأعمال التي تم تنفيذها لضمان إمدادات الكهرباء والأكسجين في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي بمندفرة. احتفل الإريتريون المقيمون في روما وميلانو وبولونيا وباري وكاتانيا وبيزا وبروسو وبارما وفيرونا ونابولي وبارليمو في إيطاليا وروتردام وزفولا في هولندا وجوبا في جنوب السودان بالذكرى 36 لعملية تنقل التاريخية. وفي حفل أقيم في ميلانو قال القنصل العام مهاتسيون تخل سنبت أن عملية فنقل التي مضى عليها 36 عاما أقنعت العالم بأن انتصار الثورة الإريترية ونيل إريتريا لاستقلالها كان أمرا أكيدا. وأضاف أن لكل إريتري إرث عليه أن يؤديه في سبيل الحفاظ على ذكراه الوطنية. إلى جانب ذلك أوضح مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية للجالية الإريترية في روتردام وزفولا بهولندا السيد إسحاق مناسيه بأن عملية فنقل فتحت فصلا جديدا من النضال، داعيا كل إريتري إلى تجديد التزامه بأداء واجبه. في غضون ذلك احتفل الإريتريون المقيمون في جوبا بجنوب السودان بالذكرى 36 لعملية فنقل بحماس كبير، وتخللت الفعاليات التذكارية عروض ثقافية وفنية. وفي الوقت نفسه نظمت الجالية الإريترية في شيفيلد بالمملكة المتحدة ندوة حول الوضع الراهن في البلاد والمنطقة والعالم في 15 فبراير الجاري. وقال السيد تولدي يوهانس مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في المملكة المتحدة وإيرلندا أن الحكومة تنفذ برامج تنموية، وأشار إلى التقدم المحرز، وتعهد المشاركون في هذه المناسبة ببذل قصارى جهدهم لتسريع تنفيذ المشاريع. في غضون ذلك عقدت الجالية الإريترية في جدة والمناطق المحيطة بها بالمملكة العربية السعودية اجتماعا في 5 فبراير لمراجعة أنشطتها لعام 2025. وقدم رئيس الجالية الإريترية السيد عبد القادر مالك عرضا توضيحيا حول أهداف الجالية والبرامج الوطنية التي تم تنفيذها حتى الآن. وقدم مسؤولو اللجنة التنفيذية للجالية من جانبهم معلومات تفصيلية عن البرامج المنفذة وخطة العمل لعام 2026، وأجابوا على أسئلة الحضور. وتم تقديم شهادات تقدير للمساهمين في مهرجان جدة لعام 2025، بينما قدمت هدية خاصة لأحمد عطا ياسين تقديرا لمساهمته المتميزة منذ عام 2025. وبالمثل عقدت الجالية الإريترية في قطر اجتماعا في 6 فبراير لمراجعة أنشطتها في عام 2025. وقدم رئيس الجالية الإريترية السيد أمينة رأيها تقريرا عن البرامج المنفذة بالإضافة إلى التحديات والمزايا. وناقش المجتمعون في الختام خطة عمل جديدة مؤكدين استعدادهم للمساهمة في البرامج الشاملة للسفارة الإريترية. تخرج في 10 فبراير الجاري 35 معلما من مكتب التعليم في مديرية كرن ممن تلقوا تدريبا في مجال الرقص الكلاسيكي الكلاستينكس. وأوضح الأستاذ رمضان فيدل مسؤول قسم الثقافة والرياضة والصحة أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز قدرات المعلمين في فنون الرقص، معبرا عن أهمية هذا المجال في نشر الثقافة والفن بين الطلاب. وأشار الأستاذ يوسف عباس اللاسي مسؤول مكتب التعليم في المديرية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها تدريب متخصص في الرقص الكلاسيكي على هذا المستوى، معتبرا إياها خطوة مهمة لتعزيز المجال الفني في المنطقة.
وأكدت الأستاذة نجاة الأمين مسؤولة وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع وزارة التعليم بإقليم عنسبة على ضرورة ممارسة الرقص الكلاسيكي بروح وطنية، وحثت المتدربين على تطبيق معارفهم بجدية لتعزيز الهوية الوطنية من خلال الفن. من جانبه دعا الأستاذ كفلاي عند ميكيل مسؤول فرع وزارة التعليم بإقليم عنسبة دعا مديري المدارس إلى دعم وتعزيز معارفهم في هذا المجال وتشجيع المتدربين على مواصلة تطوير مهاراتهم في الرقص الكلاسيكي. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تعتزم الولايات المتحدة نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفق ما أعلنت السلطات النيجيرية والأمريكية، وذلك في إطار تعزيز واشنطن لتعاونها العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وقال الجنرال ساميالا أوبا المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية: سوف نستعين بقوات أمريكية للمساعدة في التدريب والدعم الفني. وكان صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف خطة نشر الجنود الذين سينضمون إلى فريق أمريكي صغير موجود في نيجيريا للمساعدة في تحديد أهداف للضربات الجوية. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية في مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط وإيران والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وعقد أردوغان وميتسوتاكيس جلسة مباحثات سبقت الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره اليوناني جورجوس جرابتريتيس وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية التركية عاطف شاكلاي كليتش. وتم تناول القضايا الثنائية والنزاعات في بحر إيجا وشرق البحر المتوسط وملفات الهجرة والتجارة والجريمة المنظمة. وتلقي خلافات جوهرية على العلاقات بين أنقرة وأثينا، السيادة البحرية وترسيم الحدود في بحر إيجا وشرق البحر المتوسط بظلال سلبية ثقيلة على العلاقات الثنائية، رغم ما شهدته الفترة الأخيرة من تهدئة نسبية واستئناف لقنوات التواصل. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ستتخذ تدابير مضادة بما في ذلك تدابير عسكرية إذا عزز الغرب وجوده العسكري في جرينلاند. وأضاف لافروف في خطاب ألقاه أمام البرلمان الروسي بالتأكيد في حال عسكرة جرينلاند وإنشاء قدرات عسكرية موجهة ضد روسيا سنتخذ التدابير المضادة المناسبة بما في ذلك الإجراءات العسكرية والتقنية، مؤكدا موقف بلاده تجاه أي توسع عسكري قد يهدد مصالحها الاستراتيجية بحسب فرانس بريس. وتتصاعد التوترات بين روسيا والدول الغربية بشأن تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وسط مخاوف من تأثير ذلك على التوازن الاستراتيجي والأمن الدولي، وهو ما يعكس تحذير لافروف من اتخاذ موسكو إجراءات مضادة في حال عسكرة الجزيرة. أكد الرئيس التايواني لا تشينغ تي أن بلاده لا ينبغي أن تستخدم ورقة مساومة في أي محادثات بين الولايات المتحدة والصين، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تحرك صيني لضم الجزيرة قد يفتح الباب أمام تداعيات إقليمية ودولية واسعة. وشدد لاي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية على أن واشنطن ليست بحاجة إلى وضع تايوان في إطار ورقة مساومة في أي مناقشات مع الصين، معربا عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب بلاده. وعرب لاي خلال المقابلة عن ثقته في أن البرلمان التايواني سيوافق على ميزانية إضافية بقيمة 40 مليار دولار مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية بما يشمل شراء معدات عسكرية أساسية بينها أسلحة أمريكية، وذلك رغم التحذيرات التي سبق أن وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن بشأن مواصلة تزويد تايبي بالسلاح. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. رئيس السياسة التركي يستقبل وفدا سعوديا. افتتاح معرض للصور بمناسبة ذكرى عملية كوكل. لجان الصلح في اقليم شمال وجنوب البحر الأحمر تقيم أعمالها.
أمريكا وأذربيجان توقعان شراكة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والأمني. وعشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا. الاتحاد الأوروبي يعفي أول سيارة كهربائية صينية من الرسوم. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.